تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض كده المخروطة في البيت الجميلة دي بأسهل طريقة كده في البيت ونظافة البيت. مش هتشتريها من بره تاني وهوفر عليكم كتير. وكفاية بس كده شكلها كده يفتح النفس كده وحاجة تفرح كده وانت بتعملي الحاجة دي في بيتك مش بتشتريها من بره. هنبدأ كده مع بعض على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنعمل مع بعض العجينة الأول. العجينة عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق وملح ومية فقط لا غير، مفيش اكتر من كده. كله بيسأل المخروطة بتتعمل ازاي؟ يا جماعة المخروطة بتتعمل بأسهل طريقة، بس احنا اللي بنكبر الموضوع وبنشتراها من بره. لا، نعملوها في البيت بنظافة البيت. هي عبارة عن دقيق وملح ومية فقط لا غير. بنقلب كده الدقيق مع المية والملح طبعا، ونقلب كده كويس لحد العجينة ما تبقى متماسكة كده معانا، تبقى طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تنك كده تقلبي فيها وتعجني كويس بالمية كده. طبعا يا جماعة انا بعتذر على صوتي عشان انا تعبانة وعندي برد، بس قلت لازم انزل لكم الفيديو ده. طبعا بتنك تقلبي فيها كده بالشكل اللي انتوا شايفيها ده لحد كده ما كله يتماسك مع بعضه. بعد كده بقى بدأت ان انا اقطعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على الطاولة. تحطي بقى كده دقيق وبعد كده تعملي تقطعي كده كور صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفاه ده. انا يا جماعة مطولة الفيديو عشان تستفادوا بكل تفصيلة في الفيديو وتعرفيها، يعني ان هي بتتعمل من الاول لحد ما بتستوي بالشكل اللي انتوا هتشوفيه معايا في الفيديو ده. بعد بقى ما قطعنا الكمية بالشكل ده كده حبيت اوريكي ملمس العجينة عامل ازاي، طرية كده وجميلة بالشكل اللي انت شايفاه. بعد بقى ما سبتها كده ارتاحت شوية بدأت ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تفردها كده كويس. بعد ما تفرديها بتاخديها بقى كده على ايديكي وتنطقي فيها كده او تريحيها، كل بلد وبتقول بقى بطريقتها. ان انت كده تفرديها كويس وبعد كده بقى بتدخلها الفرن. مش بتغيب في الفرن يا جماعة، مش بتغيب في الفرن خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. النار بتاعة الفرن بتبقى متوسطة مش عالية. ما بتغيبش دقيقة كده في الفرن وتطلعها بالشكل ده كده. انا حبيت اوريكم شكلها وهي طالعة من الفرن عامل ازاي. ودي تاني واحدة اوريها لكم بالشكل ده. شكلها جميل وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. بعد بقى ما طلعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وريتها لكم. سبتها بقى ايه كده ساعة كده لحد ما تبرد. لازم الخطوة دي تسيبها تبرد كده بعد ما تطلعها من الفرن. تمسكي بقى كده تاخدي كده ايه واحدة واحدة بقى كده على الطاولية بتاعتك او على الطاولة زي براحتك يعني المتوفر عندك، وتقطعها كده شرايح بالسكينة زي ما انت شايفة. بعد كده بقى تاخديها على المكنة بالشكل ده. تاخدي بقى كده ايه اللي انت مقطعاه وتحطي كده في المكنة. تنزل بقى معاكي الشرايح الجميلة دي اللي شكلها كده يفتح النفس. مش هتشتريها تاني من بره، هتعملها كده في البيت ونظافة البيت. نازلة بالشكل الجميل ده. طبعا عملنا كل الكمية بالشكل ده كده. نازلة جميلة ازاي ومظبوطة لان هي معمولة من الاول عجنتها صح. تطلع معاكي بقى بالشكل الجميل ده. طبعا انا عملت كل الكميه، حبيت اطول عليكم اللقطه بتاعه المكنه ده كده عشان بتحس بفرحه وهي نازله كده ان انت بعد ما عملت الحاجه طالعه مظبوطه معاكي. بعد طبعا ما خلصت الكميه كلها حطيتها بقى كده على طبق كده وحبيت اوريها لكم كده بفردها لكم اللي هي طالعه كده مظبوطه، مش ماسكه ببعضها ولا حاجه، لا طالعه كده مفروده وجميله. طبعا لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تدعموني في القناة واللايك والشير عشان يوصل لك كل جديد مننا. هتستفادوا بوصفات جميلة جدا وتوفير وكل حاجة في البيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى بعد ما عملت الكميه كلها هبدا بقى ان انا احطها كده ارفعها على النار طبعا في حله البخار او في حله المخروطه. كل بلد وهي بتقول على اسمها، يعني احنا عندنا بنقوله حله البخار. طبعا هي عباره عن حلتين زي ما بوريها لكم كده يا جماعه على النار. حله بتحطي فيها الميه والتانية بتبقى عباره عن مصفى زي ما انتوا شايفين كده.
طبعا انا حطيتها بقى على النار في الحله اللي هي اللي تحت دي فيها ميه، وسبتها بقى ان هي تغلي كده الاول، وبدات ان انا انزل بالمخروطه بتاعتي بالكميه كلها، احط كده طبقه طبقه كده لحد ما احط الكميه كلها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. بتاخد معايا في الخطوه دي قولي نص ساعه كده على النار، مش كتير لان هي تعتبر مستويه في الفرن، بس لازم تعملي الخطوه ده. وبعد كده بقى هوريها لكم في الاخر بعد ما بتستوي بتبقى عامله ازاي. بتطلعيها بقى تحط عليها الزبده بتاعتك او السمنه زي ما تحبي، جربوها مش هتندموا، لان صراحه جميله جدا وطالعه معانا مظبوطه وتحفه. طبعا حطينا كده كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا الحله ما شاء الله كبيره فواخده معايا الكميه كلها يعني. بوريها لك بقى بعد ما استوت شكلها عامل ازاي، طالعه بالشكل الجميل ده. اشوفكم على خير ومع السلامه.